السلام عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في احسن حال ان شاء الله. اذا كان كيعجبك هاد النوع من المحتوى اشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يبقى يوصلك كل جديد. اما دابا ندخلوا نتعرفوا على تفاصيل القضية ديال اليوم. قضيتنا اليوم غادي تدينا لسوريا. هنا فين غادي نتعرفوا على واحد العائلة اللي كتكون من جوج ديال الخوت ساكنين في دار وحده، مجوجين. واحد عنده وليد في عمره 10 سنين، وواحد يلاه عنده وليد صغير يعني مازال تربية. هاد جوج خوت كانوا مزوجين بواحد البنات اللي كانوا الله يعمرها دار، وكانت معاهم الام ديالهم. يعني هاد جوج ولاد اللي كنا مزوجين عندهم غير الام ديالهم، اما الاب متوفي. كانوا كيعيشوا حياتهم طبيعية. بالنسبة للرجال فكانوا تجار، كانوا بحال هكا كيبيعوا الفواكه والخضر. اما العيالات فراهم عايشين غير في الدار كيقابلوا وليداتهم، هذه هي الخدمه ديالهم. بالنسبه للاحداث ديال القضيه وقعوا في الثمانينات. كانوا هاد العائله عايشين حياه نورمال، واخا كانوا دوك العريسات مره كيتناقشوا فحال هكا على الشقه ولا شي حاجه، ولكن دغيا كيتصالحوا. وهذا الشيء كيوقع في كل دار، يعني ضروري الا كانوا خواتات كيتخاصموا على الشقه، كانوا هكا عيالة اللوايس حتى هما كيتناقشوا على الشقه، ولكن راه كيرجعوا كيتصالحوا. المهم واحد النهار، والولد الكبير اللي في عمره 10 سنين اللي هو الابن، يعني ماشي التربية، هذاك الصغيور هذا عنده 10 سنين. واحد النهار كيختفى، وقلبوا عليه ما خلاو فين قلبوا عليه، ولكن ما لقاوش. الام قالت يمكن خرج يلعب، ولكن فاش خرجت كتقلب في دوك السناقي والو، ولدها ماليهش الحس. ولدها كيلعب غير هكا وسط الدار. راكم عارفين دوك الديور القدام كيكون واحد فحال المرح كبير وكتكون فيه خصه وهكا شي محيبقات تماك فين كان كيلعب. ولكن الام كانت داخله غير الكوزينه كتوجد الغدا، وفاش خرجت ما لقاتش ولدها. فاش كتسول مرات لوزها كتقول لها ما شفتوش. هنا هي بغات تحماق، كتقول لها فين غيمشي الدري؟ قالت لي ياك ما انت خاصمتي عليه وتقلق وخرج. قالت لها لا انا ما شفتوش، انا كنت لداخل في البيت ديالي كنغسل هكا الوليد ديالي وكنرضعو. يعني كانت كتعتني بولدها الصغير اللي مازال تربيه. هنايا هاد الام اللي غنعطيوها الاسم ديال حوريه بدات كتغوت بحر جهدها، وكتعيط بسميت ولدها اسعد، ولكن ما كاينه حتى شي اجابه. هنا يسمعوها الجيران، وهنا فين غتصيفط واحد السيده ولدها اللي في العمر ديالو تقريبا واحد 12 سنه، كتصيفطو للسوق باش يكلم يعني الاب ديال هاد الدري المختفي. وفعلا كيمشي داك الولد وكيقولها للاب ديال اسعد، كيقول ليه بلي اسعد راه تالف ومراتك راه خارج ليها العقل، يعني راه دابا خصك تجي للدار. وبالفعل الاب كيخلي غير واحد السيد هو اللي مقابل ليه المحل وكيجري، يعني كيجري جريه وحده لدارو، كيبدا كيسول على ولده. ولكن هنا الام كتقول ليه شنو وقع، كتقول ليه بلي كنت غير في الكوزينه ومن خرجت ما لقيتوش. هنا كل شيء بدا كيقلب. راكم عارفين تما كيقولوا الحاره كامله بدات كتقلب على داك الوليد، لكن والو. الارض فحال الا تشقات وبلعات هاد الوليد. هنايا الاب والام كيمشيو باش كيديكلاريو بالاختفاء ديال ولدهم. بداو كيبحثوا عليه، ولكن راه والو، الولد ما كاينش ليه الاثار. هاد العائله كانت حداهم واحد الدار مهجوره، يعني مواليها تحولوا وصافي بقات ديك الدار هكاك مسدوده وخاويه. يعني خاويه وحتى ما، يعني مهجورة. راكم عارفين الديور المهجورين كيكونوا هكا مهملين، شراجم مهرسين. الداخل ديال الدار كيكون في واحد الحالة اللي ماشي حتى لهيه. شكوا قالوا ياك ما دخل لهاد الدار ولا تلحت ليه الكرة تماك وبغى يجبدها وطاح ويكون سخفان ولا شي حاجة. وفعلا دخلوا من الشرجم لهاديك الدار، ولكن ما كيلقاوش الحس ديال اسعد. هنايا قالوا باللي راه ما كاينش وصافي. رجعوا كيقلبوا وكيديروا واحد المجهودات اللي كبيره كيسولوا الناس، ولكن الحس ديالو ما كاينش. حتى كدوز واحد تقريبا 4 ايام 5 ايام، وهنايا فين بداو كيشموا واحد الريحه اللي خايبه. يعني العائله ديال اسعد وحتى الناس اللي ساكنين حداهم بداو كيشموا واحد الريحه في شي شكل، واحد الريحه اللي خايبه. بداو كيتبعوا المصدر ديال ديك الرائحه، كيلقاوها خارجه من ديك الدار المهجوره. ولكن قالوا حنايا راه دخلنا وقلبنا ما كانت حتى شي حاجه، واش ممكن يكون شي مش يعني ميت تماك ولا شي حاجه. فهنا فين غاديين يقرروا انهم يعاودوا يدخلوا لهاديك الدار،
واخا الريحة راه كانت مختلفة على شي مشياش ولا على شي حيوان ميت، كانت واحد الريحة اللي في شكل. المهم كيدخلوا لداك الدار، كيدخلوا تقريبا واحد 3 ديال الرجال كيقلبوا، بقاو كيقلبوا كيقلبوا حتى كيدخلوا لواحد البيت اللي تما كانت الريحة كتيرة، ولكن داك البيت كان فيه شي باكاج وشي ربل اللي معمر داك البيت بداك الشي. وهنايا فين بداو كيحيدوا في هداك الشي كيخويو، وتما كانت صدمة. تما كيلقاو أسعد ملوي في واحد التوب، وهكا حاطين عليه داك الربال وحاطين عليه داك الباكاج. وطبعا كان أسعد مفارق للحياة، وهذيك الرائحة اللي بدات كتعطي رائحة التحلل. هنا يتعاونوا عليه دوك الرجال وكيخرجوه من هذيك الدار. بعد ما كيحلوا الباب كيفرقعوا داك الباب ديال ديك الدار وكيخرجوا أسعد. وهنايا العائلة ديالو غير عرفوا بهذا الشيء بغاو يحماقوا، خصوصا الأم طاحت في البلاصة وما قدرتش تستوعب داك الشيء اللي وقع لولدها. يتعلموا الشرطة وكيجيو وكيدخلوا لديك الدار باش يحاولوا يلقاو شي دليل، ولكن ما كيلقاو حتى شي حاجة اللي هاكا كدير شي شبهة ولا كتوضح شنو ممكن يكون وقع. ولكن لقاو واحد الطرف ديال الحجر، يعني طرف اللي هو كبير ديال الحجر، وداك الطرف ديال الحجر كان لاصق فيه شوية من السائل الأحمر. فقالوا بأن هاد الشي هو الأداة ديال الفعلة. بالإضافة إلى ذلك فاش بحثوا مزيان في ديك الدار كيلقاو واحد الحاجة اللي كانت صادمة وشي حاجة اللي ما كتدخلش العقل. كيلقاو كاين واحد الثقب في الحيط، وهذاك الثقب اللي كاين في الحيط كيطل على الدار ديال العائلة ديال أسعد. يعني كانت واحد الثقيبة اللي فحال إلا شي واحد هو اللي دايرها، وكان كيطل منها على الدار ديال أسعد. هنا قالوا شكون اللي ممكن يكون داير هاد الشي، وعرفوا بأن هذيك الثقبة يعني ماشي وهكا جات غير الراسها، هذا شي واحد اللي بقى كيدير شي حاجة كيدور حتى صنع هذيك الفتحة. بما أن الديور قدام وطراز قديم فراه كان من السهل أنه يديرها. فهنا قالوا بأن هذا شي واحد كان كيدخل هذا الدار وكان كيراقب العائلة ديال أسعد. يعني شي واحد اللي كان كيراقبهم. واش كان كيراقبهم باش يخطف الدري ويدير فيه ديك الحالة؟ يعني شي واحد اللي حاقد عليهم أو لا شي حاجة آخرى. الشرطة كتحفظ على داك الحجر اللي لقاو، اللي رجحوا بأنه هو الأداة. وهاد الأخبار داعت، يعني كل شي سمع بهاد الشي، وحتى بديك التقبة اللي في الحيط. وهنايا فين غادي يبان واحد السيد اللي غيقدم واحد الأقوال اللي كانت صادمة. هاد السيد كيجي للمغفر وكيقول لهم واحد الحاجة اللي مهمة. كيقول لهم باللي واحد السيد واحد النهار كان جالس هو وياه، وبداو فحال هكا كيهضروا على العيالات. وهذاك الشخص فين قال ليه واحد الحاجة، قال ليه باللي واحد صاحبه في المدينة اللي هو كيسكن فيها باللي راه كان داير واحد الثقبة في الحيط وكان كيطلع على العيالات. لأن العيالات فاش كيخرجوا يعني مغطين شعرهم ماشي فحال دارهم كيكونوا واخدين راحتهم، فهكا كيبقى يطلع عليهم محيدين الزيف، كيكونوا بحال هكا من كيشقاو كيقفضوا على رجليهم، فكان كيطلع عليهم. قال لهم قالوا ليه يعني شكون هو هاد السيد اللي قال لكم هاد الشيء؟ فنعتوا ليهم وقال لهم فلان الفلاني. عاد ليهم حتى المحل اللي كيخدم فيه، كان كيخدم مع واحد التاجر ديال الحبوب. فاش مشاو فعلا كيلقاوه هاد السيد اللي سميتو محمود. هنايا كيجيبوه للمغفر وكيبداو يسولوا فيه. قالوا ليه بغيناك تقول لنا شكون هاد صاحبك اللي كان كيطلع للعيالات. هنايا تزير، وهو اصلا ناسي بانه قال هاد الهضره لهداك السيد، بقى غير كيخربق وكيدخل ويخرج في الهضره. قالوا ليه شوف، انت قلتي للسيد بان في بلادكم شي واحد كان كيطلع على العيالات. هنا يبقى غير كيتفتف. وقالوا ليه دابا غتمشي معانا للمدينه ديالك وغتورينا هاد الشخص اللي كان كيطلع على العيالات. هنا فاش غيقول لهم باللي داك السيد جراو عليه من ديك المدينه لانهم ما بقاوش بغاوه يكون معاهم، لانه اكتشفوه كيدير هاد الفعله، زائد انه كيتحرش بالنساء في الشوارع فجراو عليه. قالوا ليه واش انت ما عارفوش فين كاين دابا؟ قال لهم باللي عرفتو فين كاين، وراه كاين هنايا في المدينه اللي حنا فيها. قالوا ليه اييه وفين ده هو دابا؟ قال ليه باللي كيخدم في واحد الحمام، يعني حمام تقليدي.
وهنايا فين غيمشيو لداك الحمام وغادي يشدو هداك السيد وغيجيبوه للتحقيق وغيقولوا ليه قول لينا القضية ديال انك كنتي كتطلع على العيالات وكتحرش بالعيالات في الشوارع فاش كنتي في مدينتكم. هنايا كيقول لهم بلي هاد الهضره ماشي صحيحه، بانني ما عمرني طليت على شي هكا على شي مراه ولا درت شي حاجه فحال هكا. قال لهم انا مدوز الحبس، ولكن مدوز الحبس على السرقه، وما عمرني درت هاد الفعله ولا جراو عليا بسبب هاد الشي. وهنايا فين غيقول لهم واحد الحاجه، غيقول لهم بلي انا عرفت شكون اللي قال لكم هاد الهضره. هاد الهضره قالها لكم محمود، لان هاد الشي كامل اللي كتهموني بيه محمود هو اللي دايرو. وبل اكثر من ذلك، قال لهم محمود بانه هو اللي قتل داك الوليد. هنايا قالوا لي اشرح لينا اكثر. قالوا ليه محمود كان في مدينته كيدير هاد الشي اللي قلتو ديال انه كان كيطلع على العيالات وكان كيتحرش بالعيالات. وقال لهم حتى هنا دار نفس الشيء. قال لهم باللي فاش جراو عليه جا لهاد المدينه ما كان عنده فين يبات، بقى كيدور في الحواري حتى لقى ديك الدار المهجوره، وبقى حتى كتسقل الدنيا وكيمشي كيبات فيها. ولكن شوف كيفاش حتى دار ديك الثقبه في الحيط، يعني فاش كنسمع الصوت ديال العيالات كيضحكوا هذاك الشيء لان الدار كتمتكيه على الدار. فهنايا قرر يدير ديك الثقبه، بقى فحال هكا كيتمنظر وكيحضي دوك العيالات من هذيك التقيبه اللي في الحيط. ولكن واحد النهار هذاك الوليد شافو، يعني مشى وشاف بحال الا من قرب باش يهز الكره من حدا داك الغرس، هنايا كيشوف تقيبه في الحيط. وفاش ما هكا قرب عينيه كتبان ليه شي حاجه ماشي حتى لهي. كيقول كيفاش كاين هذا الثقبه في الحيط. فهنايا الدري اللي في عمره 10 سنين بغى يمشي يدخل ديك الدار ويكتشف داك الشي، لأن جاه الفضول وما علمش الأم ديالو. ولكن فاش نقز من داك الشرجم ودخل هنايا كيلقى هاد محمود كاين تماك، وكيقول ليه شنو كدير هنايا، واش كطلع علينا من الحيط. هنايا خاف ان داك الدري فضحو، هز ديك الحجره وعطاه بها للراس. لقى راسو واحل واحل في داك الدري الصغير هكاك مجبد حداه وما عرف ما يدير ليه. بقى كيفكر شحال وشحال، ولكن في النهايه كيقصد هاد السيد اللي دابا كيعترف او اللي كيقربي محمود عند البوليس اللي سميتو حسين. هنايا كيمشي عند حسين وكيطلبو وكيقول ليه كلشي داكشي اللي وقع لي، وقال ليه بغيتك تعاوني كيفاش نتفك من داك الوليد. هنايا حسين قال ليه لا، قال ليه ما يمكنش نعاونك في هذا الشيء، انا التهم ديالي باينه، كنشد غير على السرقه، ما عمرني درت فحال هذا الشيء وما عمرني ما غنديره. قال ليه دبر راسك، انا يلا خرجت من الحبس وما مستعدش باش نرجع ليه، وخصوصا بتهمه فحال هذه. هنا فين محمود غيتخاصم معاه وغيبقى يقول لي واش هذه هي الصحبه، وقعت في مشكل وبغيتك تعاوني. قال لي صاحبي على راسي وعيني، ولكن باش نعاونك في حاجه بحال هذه فراه مستحيل. قال لي واخا تكون خويا ما غنعاونكش في حاجه بحال هذه. المهم خلاه وخرج في حاله، ومن ديك الساعات ما بقاش شافه. ولكن محمود حقد عليه. المهم مشاو كيجيبوا محمود وكيوجهوا ليه كاع الاتهامات وكيواجهوه بداك الشيء اللي قال حسين، وبقاو كيضغطوا عليه حتى اعترف بداك الشيء. خصوصا ان حالته كانت ماشي هي هذه، كان واحد الراجل اللي مدربل وما مهليش في راسو، ما مزوج ما مستقر، ما حتى شي حاجه. فكانت الشكوك كلها كترجع ليه، لكن بقى كيحاول ينكر. هنايا في البوليس من غيديروا واحد الخطوة اللي غتحسم في الموضوع. مشاو للمدينة ديال حسين وديال محمود، ومشاو تما كيسولو على شكون هو السيد اللي كان كيطلع على العيالات بحال هكا من الحياط وكيعاكس يعني العيالات في الزنقة وهاد الشي. هنايا فين غاديين يقولوا ليه محمود، سميتو محمود هذا اللي كان كيدير هاد الشي، وراهم الدار ديال العائلة ديالو هذا. فالعائله ديالو كانوا كيقولوا زعما فيه داك الشيء والله يهديه وهذا، وراه جراو عليه، ما بقى حتى شي واحد حامل يشوفوا في هذه المدينه وراه جراو عليه. هنايا كيتاكدوا البوليس بان محمود هو مول دوك الفعايل، وحسين بريء من هذا الشيء. ولكن هذا الشيء ما كيبررش عليه الصمت ديالو على داك الشيء اللي وقع، واكيد حتى هو غادي ياخذ النصيب ديالو. هنايا فين غادي تشد محمود بصراحة ما عرفتش الحكم اللي عطاه، واش إعدام أو مؤبد، ما عرفتش بالضبط عدد السنوات اللي خدا في السجن، ولكن أكيد أنه خدا واحد المدة اللي محترمة،
اللي تخليه دائما يندم على الفعل اللي دار، أنه قتل وليد مازال صغير بزاف. كان ببساطة يقدر ينقز ويهرب ويهاجر هذيك المدينة، وهكا الوليد ما غاديش يعرف شنو سميتو وما يعرفش يدلهم عليه، ولكن هو قرر أو في ديك اللحظة أنه ينهي ليه الحياة ديالو. بالنسبة للأم ديال أسعد، مسكينة تزنزنات شوية في العقل ديالها، ولكن راجلها ما سمحش فيها، بقى مخليها عايشة معاه، ولكن تزوج بامرأة أخرى ورجع ولد وليدات وبقى هكا عايش حياته، لأن الحياة كتستمر. أما الزوجة ديالو حورية فراها بقات معاه عايشة معاه، وهك مهلين فيها، مهلية فيها مرات لوزها، مهلية فيها عدوزتها. وهذا الشيء هو اللي وقع في هاد قصة اللي حزينة. وشنو غادي نقول لكم، بصراحة ما لقيت ما نقول لكم، الله يرحم أسعد ويجعله طير من طيور الجنة. خليتكم على خير حتى نتلاقى بكم في قضية جديدة. مع السلامة.